السلام عليكم. اليوم نشرح عملية قص الصورة وتغيير المنظر أو الخلفية مالها. نفتح الفوتوشوب، نفتح الصورة اللي نريد نغير الخلفية مالها. أولا نكبر الصورة. شلون نكبر الصورة؟ من خلال النقر على هذه أداة التكبير، نختار أداة القص حبل مظلع، ثم ننقر نقرة واحدة على الصورة من بدايتها، ونقوم بتقريب الصورة من خلال الضغط على مفتاح كنترول زائد المسطرة وبالضغط على كليك الماوس الأيسر، ونبدأ بتحديد الصورة بشكل دقيق 100%. يكون التحديد دقيق. يكون التحديد دقيق 100%. الآن نخلي زايد من المنظر القديم، ولا ندخل على الصورة اللي موجودة نريد نحولها على خلفية. نتمكن من انتقال من مكان إلى مكان، نضغط على المسطرة ونقر على كليك الماوس الأيسر بحيث نحرك بأي اتجاه من دون ما يتأثر التحديد اللي احنا جايين نشتغل به. بعدها نكمل التحديث ثم نرجع على النقطة اللي بدينا منها. هسه اوكي، نضغط على الت ونستخدم كليك الماوس الوسط اللي هو الدوار المفر، ثم نقلب التحديد الموجود، كليك ايمن يقول عكس التحديد او تحديد العكس. نروح نختار أداة الممحات السحرية، نقر نقرة واحدة على الخلفية اللي حددناها، صار التحديد اللي محددة به. نضغط على مفتاح ديليت مرتين، ديليت او قبل هذه العملية عفوا نتراجع. قبل هذه العملية لازم شنو؟ بعد عكس التحديد نختار حد متدرج، ويكون 3 أو 4 حسب دقة الصورة. إذا كانت دقة الصورة مرتفعة فيكون هذا الحد شوية مرتفع، يعني ما يتجاوز 5، وإذا كانت دقة الصورة منخفضة فيصير أقل شيء 1. فهسه حسب دقة الصورة، دقتها زينة مرتفعة فنخليه 3. ثم نختار أداة ممحات السحرية وننقر نقرة واحدة، ثم النقر على مفتاح ديليت لأكثر من مرة. الآن كملت تحديد الصورة. بعدها نروح نجيب منظر الموجود. هسه لاحظت ان صغرنا الصورة، هذه الصورة صغرناها. نروح نفتح منظر اللي يريد نخلي عليه الصورة. لو فرضنا نريد هذا المنظر نخليه، نجيب هذا المنظر. لازم شنو؟ عندنا صورة نريد نخليها على المنظر، مو نجيب الصورة نجيب صورة الشخص نخليه على المنظر. الأفضل إنه نجيب المنظر نخليه على صورة الشخص. فنسحب
على نضغط على هذا أداة التطبيق ونسحب الصورة. لاحظ أن حجم الصورة صغير جدا. ندوس على شيفت ومن الركن نكبر حجم المنظر بحيث يكون حجمه نفس حجم الصورة اللي هي موجودة. بس نلاحظ الصورة اختفت، ولكن بقائمة الليرات نشوف هاي الصورة اللي موجودة عندنا وهذا المنظر. نسحب هاي الصورة على المنظر. بس الآن أصبحت الصورة وراها خلفية مختلفة. نريد ننزلها الصورة، نريد نصعدها، نريد نكبر الحجم، لازم شنو؟ نضغط على المفتاح شيفت ونصغرها من الأركان بحيث تتناسب ويا حجم المنظر الموجود. حجمها يتناسب ويا المنظر الموجود، شخص واقف طبيعي. إذا قلنا هذا كان اكو زايد من فوق نريد نحدده أو نريد نقتص من هذا، ما نريد نطلع هذا، فنختار هذه الأداة اللي هي أداة السهولة، أداة التأطير، وننقر عليها هكذا تصبح الصورة. والآن بعد إكمال عملية تغيير منظر قم بحفظ الصورة، وهي من خلال ملف وحفظ باسم، ليست حفظ باسم أي صورة جديدة. نريد نحفظ على الصورة السابقة الاحتفاظ بالنسخة الأصلية. حفظ باسم. نغير الصيغة هنا JPG، صيغتها تصير JPG. ثم تحديد الاسم، نفرض هذا الاسم ما حفظ. بعدها نقوم بإغلاق الصورة. لا هذه الصورة القديمة، هاي الصورة الجديدة عفوا، وهاي الصورة القديمة. وشكرا لكم.